كورة فنان رايق جدا، بيطلع بالكورة من ورا صح جدا، حريف ومهاري. عبد الرحمن رشدان مدافع جديد، وزير دفاع جديد في خط دفاع النادي الاهلي. عبد الرحمن رشدان من احسن المدافعين في جيله، ومن احسن المدافعين الشباب في مصر حرفيا. لعيب بيعرف يلعب كورة، قوي، دماغه حلوة جدا، عينه حلوة على الكورة. يلا بينا نعرف كل حاجة عن عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن رشدان صاحب ال20 عام، مدافع النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر الشباب. عبد الرحمن مدافع بمواصفات عالمية، لعيب كورة فنان رايق جدا، بيطلع بالكورة من ورا صح جدا، حريف ومهاري. بيشبه لمحمد عبد المنعم جدا، لاعب سنه صغير قدامه كتير قوي، غير انه قوي ومميز جدا في ضربات الرأس، وده اللي هتشوفوه في الفيديو دوت. وكمان رجله مدفع. بيلعب فريق اول في دجلة من وهو عنده 16 سنة، وده بيديله خبرات كبيرة جدا. مدافع صغير في السن ولكن ذو خبرات كبيرة جدا. عبد الرحمن صاحب لياقة بدنية رهيبة. مش بس كده، عبد الرحمن قوير بلغة الكورة، مش مدافع بيشتت وخلاص زي امثلة كتير جدا نعرفها. لا، هيعمل ثنائية عظيمة مع محمد عبد المنعم، وكمان مميز جدا جدا في ضربات الرأس زي ما قلت لكم قبل كده. وشوفوا في الفيديو دوت ضربات الرأس بتاعته ورجله عامله ازاي، وكمان بيطلع بالكوره ازاي، وحريف ازاي. امال ليه ما ظهرش فريق اول لحد دلوقتي؟ هقول لك. عبد الرحمن كان عامل مشكله صغيره كده في منتخب الشباب مع كابتن محمود جابر، وبسببها الاهلي كان بيربي عبد الرحمن شويه او بيقومه يعني. وفعلا الولد انتظم والتزم، وكمان وصل لفورمه رهيبه، وده اللي هتشوفوه فوق هنا. وكمان هتشوفوه بيدخل في فترات كده مع الفريق الاول زي زميله كريم الدبيس. استنوا محمد عبد المنعم الجديد في الاهلي قريب جدا، وافتكروا الاسم ده كويس قوي قوي قوي، عبد الرحمن رشدان. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والسبسكرايب لكل قنواتي اللي هسيبها لكم هنا على الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب. وبس كده، سلام.